الجميع استعداد للطوبزي جمعا كليا. طوبز. هذا النوع الجديد من الطوبزي هو التعامل أو التنازل للمقاتلين الأجانب الإيغور، الشيشان، الجزائريين، المغاربة، توانسة، المصريين، المقاتلين غير السوريين. وعملية الطوبزي مريعة، يعني مش بس أحمد زيدان اللي منحوا منصب استشاري الكاتب السوري اللي المتخصص في الشؤون الأفغانية والباكستانية، وله كتاب صيف أفغانستان الطويل من الجهاد إلى الإمارة. هل عنوان ينطبق على الجولاني كمان. فأبو محمد الجولاني كلف هذا أنه يكون مستشارا له. لو قيض الأمر لأبو محمد الجولاني وكان متحكما بالقضاء والقدر، أو يحيي العظام وهي رميم، معاذ الله، يعني حاشا لله، يعني أنه أن يفعل أو يمتلك القدرة على ذلك. لو كان بإمكان أبو محمد الجولاني فعل ذلك، لا بعث بن لادن والظواهري والزرقاوي والبغدادي ومين كمان، يعني من قبورهم، ومنحهم مناصب في الحكومة السورية. إذن هنالك نوع من التحاشي من الطوبزة الداخلي لكي يجنب أحمد الشرع نفسه من مخاطر القاعدة وردود أفعال القاعدة خاصة. ربما يدخل في اشتباكات مع داعش، لكن في القاعدة شوي هيك إنه في بيناتهم خبز ملح، فيحاول تجنب ردود أفعالهم، وبالتالي شوية طوبزة كمان لهي العناصر. السؤال هنا كما ذكرت، يعني نظام قام بكل هذه عمليات الطوبزة داخل سوريا وخارجها، لكن يأتي على الوضع الداخلي ولا يتنازل ولا يتزحزح عن طائفيته وفاشيته ودمويته وتوحشه، طالما اشترى صمت المحيط العربي والإقليمي والعالمي بعمليات الطوبزة. لماذا هكذا نظام يعني أدمن عملية الطوبزة؟ ليش؟ متعودة، أيوة دايما متعودة دايما. طبيعي، لأنه نظام تعود، يعني صار متعود دايما على عمليات الطوبزة، وخلاص يعني الموضوع صار سلوك، صار إدمان. لذلك قلت أنه غير مستبعد أن نرى وزير خارجية أحمد الشرع في طهران، ونرى أيضا وزير دفاع أحمد الشرع أبو محمد الجولاني في طهران. وهذا صار من طبائع الأمور. توقعوا، جهزوا حالكم لهيك قضايا. لكن قولا واحدا، يعني من تنازل عن الجولان السوري للإسرائيلي بمنتهى البساطة سيتنازل عن الأراضي السورية المحتلة من قبل تركيا للتركي. يعني نظام على عينك يا تاجر، على الملأ في وضح النهار، نهارا جهارا، يمارس الطوبزة بمنتهى الوقاحة، ولسه في سرسرية وقحين وزبالة
بيدافعوا عن هذا النظام على أنه نظام وطني وبده سيادة الدولة وبده يبني الدولة، ويعولون على هيك نظام مطوبز، وبدهم أنه الدروز يستسلموا لهذا النظام المطوبز لإسرائيل، ويتهمون الدروز بالعلاقة والعمالة لإسرائيل. بدهم العلوية يستسلموا لهذا النظام المطوبز، بدهم مناطق شرق الفرات وقسد يستسلموا لهذا النظام المطوبز. إذا استسلم كل هؤلاء لهذا النظام المطوبز، سأبقى أواصل توجيه النقد له، وأعتقد بأنني لن أكون وحدي. في ناس كتير مثلي سيستمرون على انتقاد هذه الطوبزة السياسية والأخلاقية والثقافية الوقحة، والتي لا تليق بسوريا والسوريين أبدا. أكتفي بذلك القدر، على أمل اللقاء في موضوع آخر. دمتم بألف خير.